فيلمنا بيبدأ بمجموعة مستكشفين بيلاقوا منجم ذهب في القطب الشمالي، ولما بينتشر الخبر بيروح كل الناس عشان يدوروا على الذهب اللي هناك، ولكن بيكونوا محتاجين كلاب قوية جدا عشان تسحب العربيات بتاعتهم على الجليد. وبنروح بعدها الكلب لطيف اسمه باج وهو بيلعب مع الناس اللي في القرية، وبيكونوا كلهم عارفينه وبيحبوه لأنه الكلب بتاع القاضي ميلر. وقتها بيشوفوا واحد غريب في القرية وبيكون ماسك إعلان لناس عاوزين كلاب في القطب الشمالي مقابل فلوس كتير جدا، وبيبان كده إنه بيفكر في حاجة. وفي الوقت ده بيكون طباخين القاضي ميلر بيجهزوا الأكل عشان يحتفلوا بعيد ميلاده، فبيدخل باج للبيت وبيفضل يتنطط على كل السراير علشان يصحي الموجودين. فبيصحى القاضي وبيخرجوا من البيت عشان الطباخين يعرفوا يشوفوا شغلهم. وساعتها بيشوف الكلب باج أرنب بيجري في الجنينة وبيجري وراه لحد ما بيلاقيه دخل الجحر بتاعه. وفجأة بيشوف قدامه سفرة الأكل اللي بيجهزها الطباخين عشان يحتفلوا بعيد ميلاد القاضي، وبيبان إنه جعان ونفسه ياكل. ولما بتبدأ الحفلة بيتصور القاضي ميلر مع عيلته والمعازيم، فبيروح باج يتصور معاهم وبيكون في بقه ورك فرخة. فبيكتشف القاضي ميلر إن باج بوظ كل الأكل اللي موجود، وبالليل بيقرر يعاقبه وبيخليه يبات بره البيت. وأول ما بيقفل الباب بيظهر الشخص اللي كان ماسك الإعلان، فبيستدرج باج وبيرمي له أكل جوه صندوق خشب. فبيدخل باك الصندوق عشان ياكل وبيتفاجئ ان الراجل قفل عليه الصندوق وبيكون مش عارف يفتح الصندوق. وبعدها بيبيعوا الراجل ده لتاجر وبيشحنوا الصندوق على قطر بيتحرك اتجاه القطب الشمالي. وفي اللحظة دي بيحس باك بالجوع وبيفضل ينبح بصوت عالي، فبيسمع واحد من العمال وبيفتح له الصندوق. وساعتها بيخاف باك وبيهجم عليه، ولكن العامل بيضربه بخشبة وبيخليه يقع على الأرض. فبيستجمع باك قوته وبيطلع يجري وبيلاقي نفسه على سفينة في وسط البحر، وبيفهم ان مفيش اي سبيل للهروب. ولما بتوصل السفينة للمينا بيربطوا التاجر بحبل وبيتحرك بيه ناحية السوق علشان يبيعه. فبيلمس باك التلج لأول مرة وبيكون مبسوط وعاوز يلعب. وساعتها بيفك نفسه وبيطلع يجري في السوق وبيخبط بالغلط في راجل عجوز اسمه شون، فبتقع منه الآلة الموسيقية بتاعته وبياخدها باج وبيروح يديها له قبل ما يمشي. فبيشكره جون وبيبدأ يحس باج ان هو راجل طيب وبيحب الكلاب. وفجأة بيجي التاجر وبيربطه بالحبل مرة تانية وبيحطه في قفص مع مجموعة كلاب علشان يبيعه. وبعد شوية بيجي ساعي بريد اسمه بيرو وبيقرر ان هو يشتري الكلب باج لانه حجمه كبير وهينفعه، فبياخده عشان يعرفه على مراته فرانس والكلاب بتوعه اللي بيسحبوا العربية. وبيكون قائد الكلاب دول اسمه سبيد. فبيبدأ بيرو يتكلم مع الكلاب وبيعرفهم الطريق اللي هيمشوا عليه عشان يوصلوا للبريد، وبينبه عليهم انهم يمشوا ورا سبيد القائد بتاعهم وما يغيروش مسارهم. وبعدها بيتحرك الكلاب بالعربية وبيكون باج مش عارف يجري معاهم لأنه مش متعود يسحب عربية. وفي الطريق بيشوف أرنب فبيجري ناحيته عشان يطارده زي ما كان متعود، ولكن العربية بتتقلب بسبب إن هو غير مساره عكس الكلاب. فبيتكلم معاه بيرو بهدوء وبيشرح له ان هو ما ينفعش يغير مساره عن باقي الكلاب. ولما بيجي الليل بيخيم في نفس المكان اللي هم فيه، وبيدخل باك عشان ينام معاه في الخيمة لانه سقعان. فبتشوفه مراته فرانس وبتطرده بره الخيمة. وفجأة بيشوف باك قدامه ذئب اسود فبيخاف منه وبيخبط في كلب نايم جنبه وبيلاقي ان الذئب اختفى. وتاني يوم بيكملوا طريقهم عشان يوصلوا للبريد، وبيكون باك لسه متعودش على سحب العربية فبيتزحلق على الجليد لحد ما بيخبط في جذع شجرة. ولما بيوصلوا للبريد بيخيم بيرو مرة تانية وبيدي للكلاب سمك عشان ياكلوا. فبياخد القائد سبيد أكل بتاع كلب تاني بالعافية لأنه القائد بتاعهم، وبيبان كده إن هو كلب أناني. فبيروح باك عشان يدي الأكل بتاعه للكلب ده علشان ما يتضايقش. وبالنهار بيفضل سبيد يشرب لوحده وبيكون رافض ان هو يخلي الكلاب يشربوا معاه. فبتيجي فكرة الباج انه يكسر الجليد وبيخلي الكلاب كلهم يشربوا. ولما بيكملوا طريقهم بيبدأ باج يتعود على الجري في الجليد وبيكون ذكي وسريع جدا. وفي طريقهم بيوصلوا لبحيرة متجمدة وبتروح فرانس بتشوف الجليد إذا كان هيستحملهم لو مشوا عليه ولا لأ. فبينهار الجليد من تحتها وبتقع في البحيرة، فبينط باك في المية بسرعة وبينقذها قبل ما تغرق، ولكن بيتسحب تحت المية ومش بيقدر يخرج. فبيحاول بيرو ان هو يكسر التلج بكل قوته علشان ينقذه،
وساعتها بيديله حد خشبة علشان ينزلها تحت المية، وبيتفاجئ ان باج هو اللي اداله الخشبة، وبيطلع ان هو خرج من مكان تاني. فبيحضنه بيرو وهو فرحان وبيشكره علشان انقذ مراته. ووقتها بيكون الكلب سبيد شايف كل اللي بيحصل، وبيحس بالغيرة من باج عشان كلهم بقوا بيحبوه وهو لا. وبالليل بيشوف باج أرنب موجود، فبيروح يجري وراه علشان يلعب معاه. فبيجري الكلاب وبيقرروا يلعبوا معاه هما كمان، لحد ما بيمسك باك الأرنب وبيكون فاز في اللعبة وبيسيبه وبيمشي. وفجأة بيظهر سبيد وبيخاف منه كل الكلاب وبيرجعوا لورا، فبيهجم على باك وبيضربه لدرجة ان هو بيخليه يفقد الوعي. فبيتضايق الكلاب جدا لانهم بيحبوا باج وبيفضلوا ينبحوا بصوت عالي علشان يشجعوه ان هو يقوم. فبيفوق باج وبيشوف قدامه الذئب الاسود اللي شافه قبل كده، وبيطلع ان الذئب ده بيظهر له في خياله مش اكتر. والذئب ده بيظهر له وقت ما بيكون خايف عشان يخليه شجاع. واول ما بيهجم عليه سبيد مرة تانية بيمسكوا باج وبيوقعه بقوة على الارض، وبيحط رجليه على رقبته عشان ما يتحركش. فبيستسلم سبيد وبيمشي لوحده وهو متضايق. وفي الصبح بيجي معاه التوصيل البريد، وبيكتشف بيرو ان سبيد اختفى ومش موجود وسط الكلاب، فبيضطر يمشي من غيره عشان ما يتأخرش على توصيل البريد. وبيلاقي ان باج واقف قدامه عشان يكون هو قائد الكلاب، فبيرفض بيرو وبيقول له ان هو ما عندوش خبرة زي باقي الكلاب، وبيقرر يخلي كلب تاني هو القائد بتاع الكلاب. بس الكلب بيرفض يلبس طوق القيادة وبيرجع مكانه. فبيفهم بيرو ان الكلاب بيحبوا باج جدا وعاوزينه يكون هو القائد بتاعهم، فبيضطر بالفعل انه يخليه القائد. وبيبدأ باك يتحرك بيهم بسرعة كبيرة في وسط الجليد. بس فجأة بيحصل انهيار جليدي، وبيطلب بيرو من باج انه يدخل شمال عشان يبعدهم عن الانهيار، ولكن بيرفض باج لان الكتل الجليدية بتنزل بسرعة كبيرة وبالتالي مش هيقدروا يهربوا. وفجأة بيتخيل قدامه الذئب الاسود وهو واقف فوق نفق صغير، فبيدخل باج في النفق وبيجري بسرعة كبيرة لحد ما بيهربوا من الانهيار. والأول مرة بيوصل بيرو البريد في ميعاده بفضل الكلب الشجاع باج. وفي الوقت ده بيكون راجل العجوز اللي اسمه جون قاعد بيكتب جواب لمراته، وبيكون ده نفس الراجل اللي خبط باج في السوق. وتاني يوم بيصحى جون متأخر وبيجري بسرعة عشان يلحق يدي الجواب لبيرو قبل ما يمشي. فبيشوفه باج وبيقف بالعربية، وبيرفض بيرو ياخد منه الجواب لأن ميعاد استلام الجوابات عدى بقاله ساعة. ولكن باج بياخد الجواب وبيديه لفرانس، وبيقرروا ان هم يوصلوا الجواب عشان ما يزعلوش باج. ولما بيسلم بيرو كل الجوابات بيروح عشان يستلم مرتبه، وبيلاقي ان في جواب جايله من الحكومة وبيبقى مكتوب فيه انه اتفصل من الشغل لان مكتب البريد هيقفل. وساعتها بيضطر بيرو انه يبيع الكلاب لتاجر في السوق علشان يرجع لبلده. وساعتها بيجي واحد اسمه هيل علشان يشتري الكلاب كلها، وبيربطهم في العربية بتاعته علشان يسحبوها. وبتكون العربية مليانة حاجات تقيلة والعجل بتاعها لازق في الأرض، وبسبب كده مش بيقدر باج وباقي الكلاب إنهم يحركوا العربية. فبيأمر هيل المساعد بتاعه إنه يضرب باج عشان يتحرك لأنه عاوز يطلع الجبل ويدور على الذهب. فبيجي جون في الوقت المناسب وبيمنعه وبيحرك عجلة العربية، وبينصحه ما يروحش يدور على الذهب دلوقتي، وده لأن التلج بيدوب وممكن يحصل انهيار جليدي. فبيتجاهل هيل كلامه وبيخلي الكلاب يحركوا العربية. وفي الطريق بتتعب الكلاب جدا من كتر الجري وبتقع بيهم العربية بسبب ان وزنها تقيل. وقتها بيكون جون خارج من البيت وبيقرر ان هو يروح لهيل عشان يشتري منه باج لانه حاسس ان هو مش هيهتم بيه. ولما بيروح له بيلاقيه ماسك المسدس وعاوز يخلص على باج، وده لانه فاقد الوعي ومش قادر يتحرك. فبيزق جون على الارض وبيفك باج وبياخده معاه البيت. ولما بيفوق باج بيكون مش قادر يتحرك من شدة التعب. وبعد يومين بتبدأ تتحسن حالته وبيخرج يقعد مع جون، فبيشوف التلج وهو بيسيح وبيكون مفتقد الكلاب صحابه. فبيحاول جون يهون عليه وبيروح البار لوحده علشان يشرب خمرة. فبيروح باج وراه وبيلاقي ان هيل بيهجم عليه وبيضربه بالنار، وبيقول له ان الكلاب هربت بسبب انه اخد باج القائد بتاعهم، وان دلوقتي خسر ثروته كلها قبل ما يلاقي الذهب. وفجأة بيهجم عليه باج عشان يدافع عن صاحبه جون. فبيمسكوا الناس اللي في البار وبيلاقوا مسدس مع هيل، فبيرموه بره البار علشان ما يعملش مشكلة. وقتها بيرجع جون للبيت
وبيفضل يشرب خمرة طول الليل لحد ما بياخد باقي الإزازة وبيدفنها في التلج وبيقعد فوقيها عشان ما يخليش جون يشرب خمرة تاني ويخسر صحته. فبيحاول جون يحركه من مكانه علشان ياخد الإزازة لكنه بيفشل، وبيقعد يتكلم مع باج وبيعرفه ان هو بيشرب خمرة علشان ينسى ابنه اللي مات. والصبح بيوريله جون خريطة ابنه كان مديهاله، وده عشان يروحوا رحلة مع بعض لمكان قريب من الغابة. فبيقرر ياخد باج وبيروحوا للرحلة دي وبيركبوا مركب صغير وبيمشوا في البحر لحد ما بيقعوا من على الشلال وبتتخرم المركب، وبيضطروا ان هم يكملوا طريقهم مشي. وفي نفس الوقت بيوصل هيل لبيت جون عشان يخلص عليه وينتقم منه، لكنه بيلاقيه مش موجود وبيشوف الخريطة بتاعته على الأرض. وسوء الحظ بيكون متحدد فيها المكان اللي جون رايحه هو وباج، فبيفتكر ان جون رايح يدور على الذهب وبيقرر ان هو يطارده عشان يسرقه منه. وقتها بيوصل جون للمكان وبيلاقي بيت مهجور وبيقرر يدخله هو وباج عشان يستريحوا فيه. فبينظف جون البيت لحد بالليل وبيقرر ينام فيه، لكنه فجأة بيسمع صوت الذئاب وبيلاقي ان باج خايف، فبيهديه وبيقول له ان المفروض ما يخافش من الذئاب لانهم اصلا من نفس فصيلة الكلاب. وتاني يوم بينزل جون البحيرة عشان يستحمى فيها، فبيلاقي قطعة ذهب في المية وبيتفاجئ انه البحيرة فيها ذهب كتير. فبينزل باج المية علشان يدور معاه وبيلاقي قطعة ذهب كبيرة، ولكن بيشوف جون معاه قطعة صغيرة فبيرمي اللي معاه وبيدي لجون قطعة ذهب صغيرة. وفجأة بيشوف ذئبة بيضة وبيطلع يجري وراها لحد ما بيدخل الغابة، فبيعجب جدا بيها وبيمدلها ايده كأنه بيعرض عليها انهم يكونوا صحاب، لكنها بتخاف منه وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع للبيت بيشوف الذئاب وهم عند البحيرة علشان يصطادوا، وفجأة بيقع منهم واحد في البحيرة وبيتسحب ناحية الشلال، فبيمسك في جذع شجرة وبيكون كل الذئاب مش عارفين ينقذوه، ولكن باج بيجي في الوقت المناسب وبيسحب جذع الشجرة بكل شجاعة وقوة لحد ما بيخرجها من البحيرة وبينقذ الذئب. فبيقرب منه الذئاب كأنهم بيشكروه وبيبدأوا يلعبوا معاه وبيعتبروه واحد من القطيع بتاعهم. ومع الوقت بيتعلم باج منهم صيد الطيور والأسماك وبيستاذ لصاحبه جون وبيقعد ياكل معاه. ولما بيلعب مع جون بتيجي الذئبة البيضة عشان تاخده معاها للقطيع بتاعهم وبيخليه جون يروح معاها، وبيلاحظ كده انهم بيحبوا بعض. وبعدها بيمشي وراهم لحد ما بيلاقي باج وسط القطيع وبيتفاجئ ان هو قائد الذئاب. وبالليل بيكون جون قاعد لوحده جوه البيت وبيسمع صوت بره، واول ما بيخرج عشان يشوفه بيلاقي ان حد بيضرب عليه نار وبيقع من ايده المصباح وبيبدأ البيت يولع. فبيهجم على الشخص اللي ضرب النار وبيتفاجئ ان هو هيل، فبيحاول ياخد منه البندقية علشان ما يتصابش، ولكن للأسف بتيجي طلقة في بطنه وبيتصاب. فبيرمي الذهب لهيل على الأرض علشان يمشي، بس هيل بيطلع خنزير وبيقرر ان هو يخلص عليه قبل ما ياخد الذهب. وفجأة بيهجم عليه باج وبيزقه في النار وبيموته. ولما بيرجع لجون بيلاقيه تعبان جدا وبيموت، فبيحضنه باج لآخر مرة في حياته وبيكون زعلان عليه جدا. وبعدها بيموت جون وباج جنبه. وبعد فترة بيتجوز باج الذئبة البيضة اللي بيحبها، وبعد كده بيخلف منها وبيكون هو قائد الذئاب. وكل يوم بيبص على بيت صاحبه جون علشان يفتكره. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.